وخلاص جه يوم التلات وكلنا عرفنا ايه اللي هيحصل يوم التلات، لان حتى بعد البيان ما نزل سواء بتاع زمالك سواء بتاع الاهلي سواء بتاع الرابطة، كان في ناس برضو متخيلة ان الماتش هيتلعب. ازاي؟ معرفش، لدرجة ان انا على الساعة 6:30 كده كنت في مكان علشان اتغدى، فبيسألوني هو ايه اللي هيحصل النهاردة، هنكسب ولا ايه اللي هيحصل؟ فقلت له هنكسب ايه؟ ما احنا كسبنا خلاص، الماتش خلاص اتحسب للاهلي 2-0. ناس كتير قوي ما كانتش متخيلة ان الماتش فعلا مش هيتلعب. قلت لهم يا جماعة خلاص الزمالك منزل بيان، انتوا ليه مصرين ان في ماتش هيتلعب؟ وربنا ما في ماتش هيتلعب. درجة ان كان في مراهنات على الموضوع ده، هو الزمالك هيلعب ولا مش هيلعب؟ المهم انه خلاص اسدل الستار على ماتش القمة بمكسب الاهلي 2-0. طب هل اللي عمله نادي الزمالك ده فعلا في صفه ولا مش في صفه؟ وفعلا هيجيب حقه ولا مش هيجيب حقه؟ طب هو عمل كده علشان خاطر يغلوش على اللي حصل في موضوع المصري والخسارة من المصري بالطريقة دي، ولا برضو علشان يغلوش على اللي حصل للحكام ما ينزلش عليه عقوبات اكتر؟ ولا هل عمل كده علشان خاطر ما يلعبش الاهلي في الفترة دي لانه عنده مشاكل كتير؟ اللي عمل كده علشان فعلا يجيب حقوق. بص انا مش هقدر اقولك هو الزمالك عمل كده ليه، بس اقدر اقولك ان الزمالك فعلا خسر كتير قوي ولسه هيخسر كمان. اول حاجة عملها النادي الاهلي انه بعت للرابطة بتعويض جماهير نادي الاهلي اللي اشترت تذاكر الماتش. فقال للرابطة ايه؟ انا ماليش دعوة، انا كنت رايح الماتش، حضرتك اتفضلي بقى عوضي الجماهير من النادي الاهلي اللي اشتروا التذاكر. طيب الموضوع خلص على كده؟ لا ما خلصش. النادي الاهلي بعت للرابطة وبيقول لها انت اللي هتدفعي فلوس طقم الحكام الاسباني على حسابك. انا كنت هروح بس ما حصلش، فماليش دعوة، انت اللي هتدفعي. تفتكروا بقى في اللي جاي الرابطة هتدفع ولا هترجع تقول لنادي الزمالك انت السبب فانت اللي هتدفع؟ دي كده اول حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، فتح كلام. ففتح كلام كده مع نادي الزمالك من الرابطة ممكن يكون تعويض جماهير النادي الاهلي، فلوس طقم الحكام الاسباني اللي كانوا هيحكموا على ماتش الاهلي والزمالك، طبعا غرامة الانسحاب، ده غير ال6 نقط. شايف كل ده بس عقوبة ماتش واحد اللي هو ماتش الاهلي والزمالك. طب لو الموضوع بقى زاد فعلا عند حده والموضوع كبر ان نادي الزمالك قرر فعلا ما يكملش باقي الماتشات، ساعتها بقى اللي هيحصل انه هيهبط. وساعتها بقى في نغمة جديدة ابتدت تطلع، هو اشمعنى الزمالك اللي هيهبط لما سأل عن حقه، رغم ان في اندية تانية عملت نفس الحركة ومحدش عمل كده. فاعتقد ان النغمة دي اللي هتلاقوها اليومين اللي جايين. سيب بقى كل ده على جنب، حط جنبيهم بقى رعاة نادي الزمالك نفسه. انا كسبونسر للنادي وثقت فيك وعملت معاك عقد، انت كنت في وقت في امس حاجة فلوس لرعاة، انا جيت وقلت لك انا هكون راعي للنادي باعلانات واعلانات على ماتشاتك واعلانات على التيشيرتات، تيجي تلغي لي الماتشات كده بالسهولة دي؟ وكمان فيهم الماتش الجماهيري الاول اللي هو ماتش الاهلي والزمالك. اعتقد انه الرعاة مش هيعدوها على خير. للاسف بعد الموضوع ده المشاكل نازله ترف على نادي الزمالك، بدل مشاكله ما تتحل مشاكله بتزيد. ومش عارفه ازاي الناس بتقول فكره ان الدوري هيتلغي، الدوري مستحيل يتلغي. بصراحه حركه غير موفقه وغير مدروسه من اداره نادي الزمالك. كابتن حسين جلت قوي من حضرتك يا فندم، جبت مشاكل للنادي في وقت مش وقته اساسا، لان حضرتك كإدارة عندك مشاكل اكبر من كده بكتير قوي. عندك وقف قيد، ودلوقتي بنتكلم في موضوع ان ممكن الزمالك ما يروحش الكونفدرالية اساسا، ودي تقريبا البطولة الافريقية الوحيدة اللي الزمالك بيدخل فيها، كمان مش هيدخل فيها. ولا عارف تدي فلوس مستحقات للعيبة موجودة، ولا عارف تجدد عقود، ولا عارف تجيب لعيبة علشان وقف القيد. وترتيبك في الدوري وحش جدا جدا جدا. كمان مش هتلعب كونفدرالية، دي الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفرح نادي الزمالك. كان أولى يا كابتن حسين تشغل بالك بالمشاكل الكتير اللي موجودة، وما حبكتش يعني الدوري السنة دي. كده كده الزمالك كان خارج المنافسة أساسا، بس كده ولا كده هنستنى نشوف ايه اللي جاي للزمالك. وحقيقي لكن لا يا زمالك،
وده اخر الكلام. سلام.